لما شخص بيختفي من على وش الأرض بدون أي أثر، معروف إن الدنيا كلها بتتقلب عليه. وسائل الإعلام لازم تتكلم عنه. فما بالك لما سكان قرية يختفوا بشكل كامل بدون العثور على شخص واحد منهم يفسر لنا حتى اللي حصل معاهم. مش عايز أطول عليك في المقدمة، وتعال أحكي لك القصة باختصار. قرية صغيرة اسمها إنجيكوني كانت موجودة على ضفة بحيرة في دولة كندا. معروف عن أهل القرية إنهم ناس طيبة جدا، بتحب ترحب بكل زوارها. وكل شخص بيروح عندهم لازم يقدموا له الأكل والمشاريب ويحكوا قصص وأساطير للشخص ده، وكانوا يعني وارثينها عن أجدادهم. المهم أكتر الحكايات دي كانت بتتكلم عن ظهور الفضائيين والمخلوقات الغريبة. والظاهر كده إن أهل القرية فضلوا يتكلموا عن الأساطير الغامضة دي لحد ما هم ذات نفسهم بقوا قصة العالم كله بيتكلم عنها. في سنة 1932 كان اختفى كل سكان القرية بشكل مفاجئ ومرعب. أول شخص اكتشف غيابهم هو صياد سمك وتاجر فراء اسمه جولابيل. المهم أول ما وصل عند القرية بدأ يلاحظ حاجات غريبة غير المألوفة يعني أو اللي هو متعود عليها. زي مثلا الكلاب بتاعة السكان كانوا بيجروا عليه ويفضلوا ينبحوا ويهزوا في ديولهم، وده يعني نوع من أنواع الترحاب للضيوف. حتى الكلاب يعني كانت بتفرح لما شخص من الزوار بيروح عندهم. المهم أول حاجة لاحظها الصياد هي اختفاء الكلاب دي، ومفيش أي شخص من أهل القرية جه علشان يستقبله. المهم قال يمكن نايمين كلهم في البيوت، أما أروح أصحي أي حد فيهم. بس مش غريبة شوية إن كل السكان تنام في وقت واحد؟ بدأ يتجول في المكان وهو في حالة من الدهشة والذهول. وهنا بدأ يلاحظ إن البيوت كلها مفتوحة، وحتى الخيم بتاعتهم مفيهاش أي حد نهائي. ما كانش فاهم أبدا إيه اللي حصل لهم بالجملة. كمان بدأ يدخل البيوت ويفتشها على أمل يلاقي أي حد فيهم، لكن للأسف الكل اختفى تماما بدون أي أثر. وفضل جولابيل يتمشى في شوارع القرية لحد ما لاحظ مجموعة من الحطب مشتعلة. وهنا أدرك إن في شخص قريب منه، وهو اللي مولع الخشب ده علشان يعني يتدفى. نسيت أقولك إن القرية دي من الأماكن اللي التلج بيغطي الأرضية بتاعتها. المهم اتفاجئ إن مفيش أي شخص نهائي قريب من المكان. واخر ما غلب وزهق من كتر البحث راح اقرب مكتب تلغراف وبعت جواب للشرطة المسؤول عن اهل البحيرة بيحكي فيه قصة اختفائهم بشكل مفاجئ. وبالفعل اتحرك عدد كبير جدا من الشرطة لمعاينة الواقعة وفهم كل الأحداث الغامضة اللي بتحصل. وطبعا لما وصلوا عند القرية عملوا نفس اللي عمله جولابيل زي ما هو، يعني بدأوا يفتشوا كل البيوت والخيم، لكن كل ده من غير فايدة نهائي. كمان بدأوا يركزوا على التلج علشان يلاحظوا أي آثار للأقدام ويحللوا أي حاجة في الموقف، لكن اكتشفوا إن الأرض كانت متساوية، أو بمعنى أصح إن مفيش أي آثار أقدام غير ليهم هم وجولابيل فقط. وهنا بدأوا يفهموا إن الناس دي اختفت بقالها حوالي 10 أيام على الأقل. المهم وهم بيبحثوا في القرية كانوا عثروا على الكلاب، لكن للأسف كانوا ماتوا من الجوع وبدأ جسمهم يعني يتغير. المهم الشرطة فكرت يروحوا يدوروا عليهم عند المقابر بتاعتهم، وهناك اتصدموا. طبعا اكتشفوا ان المقابر متكسرة ومسروق منها كل الرفات بتاعت الناس المتوفية. وهنا بدأ المحققين يحسوا ان في لغز غامض في قضية اختفائهم، لكن ايه هو لسه مش عارفين اي حاجة. وبالمناسبة مش هتوصلوا لولا شيء ابدا. المهم لما انتشر خبر اختفاء اهل القرية وكل الناس في المدن المجاورة سمعت بيه، كان راح للشرطة راجل مجهول من ضمن السكان دول اللي بيوتهم يعني قريبة من القرية، وبلغ في محضر رسمي انه من حوالي 11 يوم يعني قبل اختفائهم بيوم واحد ان هو شاف ضوء غريب بيلمع بوضوح في السماء، وتحديدا فوق البحيرة. والضوء ده كان لونه ازرق، وبعد كده شاف زي طبق طاير ظهر من العدم ورجع اختفى تاني في لمح البصر. وما قدرش يفسر الموضوع ده، وقال يمكن تهيؤات او هلوسة. والرواية دي بتقولك هنا ان الفضائيين هم اللي خطفوا كل السكان بالكامل، لكن طبعا مجرد تفسير قد يكون خاطئ، الله اعلم. في ناس قالت أكيد السكان دول هجم عليهم عصابة وخطفوهم أو اتخلصوا منهم، لكن الشرطة ما لاحظتش أي آثار عنف في المكان نهائي. ما كانش في حتى ولا نقطة دم توحي إن في أي حاجة حصلت من النوع ده، وعلشان كده مرضيوش يمشوا ورا الكلام ده طبعا. في تفسير بيقول إن يمكن هجم عليهم حيوانات مفترسة وأكلوهم، والحيوانات دي برضه هي اللي اقتحمت المقابر وأكلت العظام. لكن الشرطة لاحظت إن التكسير اللي حصل في المقابر برضه مش بفعل الحيوانات أبدا، وعلشان كده برضه ما رضوش يمشوا ورا الكلام ده، وكانوا رفضوا النظرية دي تماما. كلها كانت مجرد تخمينات وآراء شخصية ملهاش تفسير مقنع أو في أدلة يعني على صدق كلامها. في تفسير قال مش يمكن لو عصابة اتخلصت منهم ممكن يعني يكونوا دفنوهم تحت التلج،
وبالفعل تم الحفر والبحث عنهم في أماكن كتير تحت التلج، لكن برضه من غير فايدة. في النهاية تقريبا الكل كان يئس إن حد من السكان ده يرجع أو حتى يتم العثور عليه، وفي النهاية أصبحت قصتهم واحدة من أشهر حالات الاختفاء الغامض على مستوى العالم. وحتى كمان الصياد جولابيل لما كان دخل بيتهم لاحظ إن كل الأسلحة بتاعتهم موجودة، وبيقول كمان إنه من سبع المستحيلات إن حد من أهل القرية يتحرك من بيته من غير ما ياخد مسدس أو بندقية معاه. وعشان كده الكل في النهاية اعتبر إن الحادثة دي ملهاش أي تفسير غير إن هو شيء خارق للطبيعة محدش فاهمه أبدا ولا حتى قادر يوصله لحد يومنا النهاردة. ودلوقتي هحكي لك قصة تانية عن اختفاء راجل اسمه بروس كامبل من أمريكا. باختصار إن الراجل ده كان مسافر هو وزوجته لزيارة ابنهم الوحيد. هم عايشين في ولاية وابنهم ده يعني مستقل بحياته وعايش في ولاية تانية خالص. المهم كان دخل عليهم الليل، وبسبب السفر وطول المسافة كان بدأ يحس الزوج بالتعب الشديد، وقال لزوجته أنا مش قادر أكمل سواقة أكتر من كده، لازم أنام وارتاح، ربما نعمل حادثة على الطريق. قالت له خلاص ودينا على أقرب فندق نبات فيه حتى لحد الصبح، وبكرة نبقى نكمل السفر بتاعنا. وبالفعل الزوج جمع فندق، ولما الأمور استقرت معاهم دخلوا هما الاتنين الأوضة علشان يناموا. وعلى حوالي الساعة 4:30 بالليل الزوجة كانت صحيت من النوم مخضوضة بدون أي سبب، مع إن الجو يعني هادي والشباك مقفول والأمور كلها كانت طبيعية. الغريب هنا إن هي لاحظت إن زوجها بروس ما كانش موجود معاها في الأوضة. طبعا كانت مستغربة جدا باعتبار إن هو يعني قبل ما ينام كان بيقول إن هو تعبان ومش قادر يتحرك من كتر التعب. ما كانتش عارفة أبدا هو راح فين. وعلى أي حال ما رضيتش يعني تكبر الموضوع، وقالت أكيد نزل يشتري سجاير أو أي حاجة تانية، ويمكن مش هيتأخر وبعد كده هلاقيه داخل عليا. مفيش داعي للقلق. لكن في الحقيقة الزوج مش هيرجع تاني أبدا. وبالفعل فضلت مستنياه لأكتر من ساعتين، ولما مرجعش بدأت تحس بنوع من القلق. اتصلت من غرفتها بإدارة الفندق تسأل عنه لو كان يعني حد شافه وهو خارج، لكن للأسف محدش من العمال أو الموظفين كان التمحوا، بالرغم من إنها قدمت مواصفات دقيقة ليه. على كل حال قالت هستنى ساعتين كمان، ولو مرجعش هبلغ الشرطة فورا. احنا ناس مش من هنا وما عندناش أي معارف أو أصحاب علشان أقول بروس راح عندهم، مش يمكن حد عمل فيه حاجة. وللأسف برضو الزوج ما كانش رجع. وبالفعل اتصلت بالنجدة وحكت لهم كل الكلام اللي فات ده. الشرطة لما جت عرفت حاجة غريبة من الزوجة، وهي إن بروس كان ساب كل هدومه ومتعلقاته الشخصية وشنطة السفر وكل حاجة كانت مقفولة زي ما هي، لأن الموضوع كله أصلا بيتمثل في كام ساعة بيات مش أكتر من كده. وحتى كمان الطقم اللي هو كان مسافر بيه كان متعلق زي ما هو في الشماعة. ومعنى الكلام ده إن بروس مشي من الأوضة بملابس النوم، وطالما محدش شافه خارج من بوابة الفندق يبقى هو مازال موجود جواه. في حلقة غامضة ومجهولة الشرطة بتحاول توصل لها، لكن إيه هي لسه مش عارفاها. المهم طلبوا من إدارة الفندق إنهم يفتشوا كل الغرف بحثا عن الزوج، وبالفعل ما سابوش أي مكان إلا لما دخلوه وسألوا كمان النزلاء اللي فيه، لكن محدش شافه أو عنده معلومة عنه. هو أصلا غريب عن المكان ومحدش يعرفه من الأساس. وبصراحة هنا الشرطة آخر ما غلبت، ما كانش قدامها غير الزوجة هي الوحيدة اللي هتشك فيها. ما هي القصة يعني اللي بتحكيها لهم مش منطقية أبدا. إزاي يعني واحدة تنام وتصحى ما تلاقيش زوجها أو يختفي من على وش الأرض؟ على كل حال وسعت دايرة البحث عنه في كل الأماكن المجاورة اللي هي قريبة من الفندق، لكن برضه كل الكلام ده كان من غير أي نتيجة. وقاموا بإرسال بلاغات وإشارات لكل المحققين في أكتر من ولاية، وبرضه علشان يسألوا عنه في المكان اللي هو عايش فيه، وسألوا جيرانه وقرايبه ربما يكون راح لحد فيهم. وفي الآخر بروس محدش اتوصل له أبدا. الشكوك كلها كانت عند الزوجة، لكن للأسف مفيش أي أدلة بتدينها بشيء. الموضوع كل واحدة بتبلغ باختفاء زوجها ومفيش حاجة ممسوكة عليها. وفي النهاية فضلت قضية بروس كامبل لغز غامض عند الجميع. نكتفي بهذا القدر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتدعمني علشان اقدر اكمل معاك الفترة اللي جاية. ولو انت اول مرة تشوف القناة ادعمني باشتراك والقي نظرة كده عن المحتوى القديم. ما تنسوش المشاركة علشان القناة تكبر بيكم. مستني دلوقتي رأيكم في التعليقات. سلام.